في كتاب وفاء الوفاء في كتاب وفاء الوفاء قال السمهودي، في كتاب وفاء الوفاء قال السمهودي المتوفي في القرن العاشر الهجري في سنة 911 هجري، في القرن العاشر الهجري، وهو شاهد عيان، وهو شاهد حاضر، شهادة حسية، شهادة عينية، شهادة حسية، شهادة عينية، شهادة باحث، شهادة عالم، شهادة شيخ، شهادة بحاثة، شهادة مؤرخ، شهادة مقرر، شهادة كاتب ومؤلف قد شاهد هذه الحقائق وسمع هذه الحقائق بنفسه. إذن الكلام مع السمهودي في كتاب وفاء الوفاء. ماذا قال السمهودي عن بيت عائشة؟ يقول: المعروف عند الناس أن البيت الذي على يمين الخارج من خوخة آل عمر هو بيت عائشة. المعروف عند الناس أن البيت الذي على يمين الخارج من خوخة آل عمر هو بيت عائشة. إذن أين بيت عائشة؟ أين بيت عائشة؟ بيت عائشة يقع في الجهة اليمنى من بيت حفصة للذي يخرج من بيت حفصة. الذي يخرج من بيت أمنا حفصة مباشرة يلاصق بيت حفصة بيت عائشة على يمينك. عندما تخرج من بيت حفصة على اليمين مباشرة ملاصقا لبيت حفصة يوجد بيت عائشة. إذن أين بيت عائشة؟ بيت عائشة ملاصق لبيت حفصة. بلحاظ الاتجاهات بيت عائشة وبيت حفصة متلاصقان، على فرض أن بيت حفصة في الغرب، على فرض أن بيت حفصة في الغرب فإن بيت عائشة في الشرق. إذن على هذا الفرض بيت عائشة يكون على شرق بيت حفصة، في مشرق بيت حفصة، على الشرق من بيت حفصة، رضي الله عن عائشة وعن حفصة، رضي الله عن أمنا حفصة وأمنا عائشة. ونكتفي بهذا المقدار ونكمل الكلام لاحقا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.